إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة لازم كلنا نصلي على رسولنا الكريم، ونكتب كده في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونرجع بقى المقدمة بتاعتنا. صباح الورد صباح الياسمين على أحلى متابعين. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا كده قومي اتنشطي مع ملوكة. وتعالوا يلا كده، أول حاجة عملتها أول ما صحيت من نومي جريت على طول على السرير زي ما انتوا شايفين كده. شلت الدفاية والملاية ونفضتهم وفرشتهم تاني، وبدأت إن أنا أرش كده معطر. تعالوا بقى، كنت بالليل أصلا عند الدكتور، ولما جيت غيرت وبدأت إن أنا حطيت بقى الشال ده اللي كنت لابساه. بدأت إن أنا حطيته زي ما انتوا شايفينه كده مع الهدوم اللي أنا خلعاها. كل ده محطوط كده على على الشماعة الخشب. بدأت إن أنا كده أظبطها، والهدوم اللي عايزة تتغسل منهم هتتغسل، والحاجات النظيفة هبدأ إن أنا كده أرصها في الدولاب. ها شايفاكي، يلا يا اللي ما حطيتيش لايك، شايفاكي ها. أمانة عليكي لا تدعي من ملوكها وتحط لها لايك وكومنت حلو كده يفرحني. زي ما انتم شايفين الإسدال ده كنت أنا لبسته مرة وقلت خلاص هعينه بقى. وحتى عيالي ما بييجوا يصلوا كل واحد بيفتح كده الدولاب عندي، كل واحد يطلع له إسدال، اللي يطلع له خمار على العباية اللي هو لابسها. فباجي أبص ألاقي كل يوم طالع لي كام إسدال وكمان كام كام خمار. زي ما انتم شايفين كده مصاصة البطيخ لقيتها كده في كيسة محطوطة على كوميدينو. وقلت يا سلام، فكروني كده ايه ما كنت صغير. كنت هاكلها ورجعت تاني قلت يا بنت انت كبرتي بقى، عيب عليكي، مصاصة ايه اللي انت هتاكليها دي؟ طبعا زي ما انتم شايفين بقى بدأت ان انا انضف كده كوميدينو، بشيل كل حاجة من عليه زي ما انتم شايفين كده، اظن كل حاجة واضحة ها. وطبعا نفضت المفرش واحطه تاني، وهبدأ ان انا بقى اظبط كل حاجة. وعايزة أقول لكم إن أنا باحبكم أوي، 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 أوي قد كده أهو. أنا عارفة إن أنا ورايا عيلة كبيرة بتحبني جدًا، جدًا، وأنا كمان باحبكم من غير ما أشوفكم. باتمنى منكم الدعم، إن أنتم دايمًا تكونوا يعني دايمًا تدعموني، دايمًا كده كل يوم تبحثوا عن اسم القناة، عشان نفسي باتمنى كده أبقى قناة مليونية في يوم من الأيام. وأنا مش هاوصل لده إلا بتوفيق طبعًا من ربنا، وبعد كده بدعمكم ليّا. فباتمنى منكم دايمًا كده تبحثوا عن اسم القناة، عشان المنصة دايمًا كده تقترح فيديوهاتنا على ناس جديدة، وعيلتنا تكبر وتكون كمان أكبر وأكبر. وطبعًا كل إنسان في الدنيا عنده طموح، وده يعني جزء كده من طموحاتي. باتمنى إن القناة بتاعتي تكبر، لإن بجد أنا صبرت كتير أوي، أوي، وأنا عارفة إن ربنا في يوم من الأيام هيجبر بخاطري، إن بعد الصبر جبر. وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه يا رب، لأن إحنا مش هنعيش في الدنيا كده بدون هدف بدون حلم. لأ، أي إنسان في الدنيا بيبقى له هدف في الحياة، وطبعًا بيتمنى إن هو يحققه. وده الهدف اللي عندي يعني أساسي كده، باتمنى كده من ربنا إن هو يوفقني. وعايزاكم كده تساعدوني وتقفوا جنبي بلايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم اللي بتشجعني. ولو أنتِ أول مرة كده تشوفي فيديو ليّا باتمنى منِّك يعني تقولي لي أنا جديدة في القناة وتم اشتراكِك. باحبكم في الله. زي ما أنتم شايفين كده، بعد ما نضّفت أوضة النوم، دخلت بقى إن أنا أحضّر لهم كده ساندوتشات يفطروا بيها. إيه ده يا لوكا، أنت هتفطّريهم برجر؟ هو ده اللي حصل يا جماعة، زي ما أنتم شايفين كده بالضبط، على عينك يا تاجر، بيفطروا برجر. ليه إن شاء الله؟ اللي حصل بقى إحنا كان عندنا أصلًا العيش ده كان بايت، يعني مش شارياه مخصوص بقى يفطروا بيه، والبرجر برضه كان بايت. سخّنت البرجر على التويستر الأول، وبدأت إن أنا أسخّن العيش. قُلت لعيالي بقى أشجّعهم. زي ما أنتم شايفين لوكا كانت بتشيل الغسيل وهتدخّله كده في الأوضة، وأختها هتطبّقه، وكنا كلنا بنساعد بعض. بما إن إحنا بقى كلنا كل واحد بيعمل حاجة، قُلت لهم أنا هاخش أعمل لكم أحلى فطار. هتفطروا إيه؟ أعمل لكم إيه تفطروا؟ قالوا لي ساندوتشات برجر. ما ينفعش بقى يبقوا عيالي كده بيساعدوني وأنا بقى أقول لهم لأ. وخاصةً الحاجات دي كانت موجودة عندي أصلًا، يعني البرجر كنت أنا أصلًا شاوياه، بس كان باقي عندنا
قبلها بيوم. فالباقي بقى كنت حاطاه كده في كيس تلاجة وحاطاه كده في التلاجة. بس بجد اول ما قالوا لي يا ماما اعملي قلت لهم بس كده عيوني، قمت جايه مطلعه البرجر ومسخناه، وزي ما انتم شايفين والعيش كمان ومسخناه، وبدات ان انا احضر لهم بقى الفطار. وفي الوقت ده كمان كنت بسخن لهم بقى لبن، قلت كل واحد بقى ايه ياكل السندوتش البرجر. ايه ده يا لوكا، في حد بياكل برجر ويشرب لبن؟ اظن انتوا كتبتوا لي كومنتات دي كتير قبل كده. لما تكون يعني بنات صغيره وبيفطروا سندوتشات ايا كان نوع السندوتشات ايه، عايزاهم يشربوا ايه وراها؟ يشربوا قهوه؟ اصل هما مش كبار. لو انا هقول لك بشارك معاكم دايما فنجان القهوه بتاعي، لكن ايه دول بنوتات صغيرين، فطبعا لازم يوم ما امهم تسقيهم ايه حاجه مفيده، فاقدم لهم طبعا كوبايه اللبن كنوع ان احنا في البرد بقى ويدفوا جسمهم، إيه بحيث ان هم برضو يتنشطوا ما يبقوش قاعدين بردانين بقى وسقعانين وقاعدين مكانهم. زي ما انتم شايفين لوكا ما شاء الله عليها ماسكه الانتريه بتنضفه وبتخليه زي الفل. وكمان فوفو كانت بتطبق بقى الغسيل جوه. وهتشوفوا كمان فوفو دلوقتي كانت بتعمل حاجات، بس اصبروا بس عليا انا هسبق الاحداث ليه. اصبروا خلينا في لوكا. زي ما انتم شايفين لوكا كده وشطارتها حبيبه قلب مامتها، إيه عماله بتشيل في الفرش وبتنفض فيه وبتظبطه وبتظبط كده الانتريه. وبصراحة اليوم ده أنا شجعتهم، بصراحة كانوا كسلانين ومش عايزين يقوموا كده من تحت البطاطين. أنا اللي قعدت أشجعهم وأقول لهم بقى فين حبايب ماما، أنا هزعل منكم أنا وأنا. قالوا لي لا إزاي، ما نقدرش على زعلك يا ماما. هنا فوفو كانت بدأت تجيب الأطباق، آآ وترصها كده في النيش زي ما أنتم شايفين، ما لكوش دعوة بقى بالمواعين المتلخبطة تحت شوية البلاستيكات دول، هم كمنهم كتير، كل ما أرصهم وأجيب منهم أطباق طول النهار، باجيب منهم أطباق وأغسلهم وأصفيهم وأدخّلهم تاني، فزي ما أنتم شايفين كده أعدلهم ويبوظوا تاني، وهكذا، وهكذا، وده حال الست المصرية. عايزة أقول لكم إكمني المكان برضه صغير بالنسبة البلاستيك، أطباق كتير شوفوا حتى بنتي راحت تجيب شوية، بتورّيكم إن الحاجة مش مضبوطة. كمان يا فوفو ورّيهم الفضايح بتاعتنا. طبعًا أمّا بيكون في بلاستيكات كتير طبعًا بتأدي للشكل ده وكلّكم عارفين يعني، غير لمّا يكونوا طبقين 3 يعني. بس أنا من وقت للتاني بنرصهم وبنضبطهم برضه. دي بقى الأطباق دي برضه بنستخدمها في الغدا وفي العشا. أنا مش زي أي ست كده بتجيبي النيش وتجيبي الأطباق اللي فيه وتحطه وتسيبه كده وخلاص، لأ. على طول بنشيل الأطباق بنحضّر فيها فطار، غدا، عشا. أصل إحنا مش جايبينهم عشان نركنهم، لأ أنتِ لو ركنتِ أصلًا الأطباق من غير استخدام هتتحاسبي عليهم، لأن دي جايباهم بفلوس، استخدميهم مش تعينيهم وتركنيهم. طبعًا كان كل واحد هنا قايم بدور، كنت أنا قايلة لواحدة كده على لبن وجابته لي، بدأت إن أنا كده أدخل أصفّيه وهابدأ إن أنا بقى أعبّيه. عايزة أقول لكم لو أنتِ دولة بقى برّه بتقولوا عليه حليب، إحنا بنقول عليه لبن كمصريين يعني، كل دولة طبعًا بتقول عليه كلام. عايزة أقول لكم إن اللبن ده باحب إن أنا أخزّنه في الفريزر، ولو قعد شهور في الفريزر مش بيحصل له أي حاجة يا جماعة، خاصةً إن إحنا في فصل الشتا، يعني بيبقى عايزة أسقي عيالي لبن على طول. فأمّا يكون عندِك أحسن ما يكون بقى العيال كسلانة تروح تجيب، بيشربوا سحلب، بنعمل كيكات، كيكة برضه ما بتعوز لبن، باجي أعمل رز معمّر برضه باللبن، فبنستخدم الحليب أو اللبن كتير أوي، 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 خاصةً في فصل الشتا. أكتر من الصيف كمان، كلنا في الصيف طبعًا أكلنا بيبقى قليل، شربنا بيبقى قليل، لكن في الشتا بتعملي حلويات كتير، بتعملي أكلات كتير، بتشربوا حاجات دافية وأغلبيتها برضه بتبقى بلبن، فدي من الحاجات الأساسية. وده كان كده روتين صباحي جميل كده شاركنا فيه كلنا مع بعض، روتين اسمه روتين التعاون ما بيني وبين أولادي. وهنا برضه كنت كمان نزلت جبت لحمة، بدأت إن أنا كده أقطّعها وهابدأ إن أنا أعبّيها كده في أكياس زي ما أنتم شايفين كده. الحتّة دي بقى جاية منين، من عند الرقبة بالضبط، الرقبة بتاعة الدبيحة بالضبط كده. هو أنا قُلت له عايزة حتّة ملبّسة فقال لي طيب ماشي بس كده هاجيب لِك حتّة ملبّسة، ولقيته جاب لي الحتّة دي. عايزة أقول لكم برضه إن فيها حتت حمرا هاقطّعها وأخلّي الحتت الحمرا لفوفو. عندي ميرفت وعندي لوكا بيحبوا الحتت الحمرا، لكن أنا وجوزي وجوبة بنحب إن إحنا الحتت الملبسة بقى.
فبعبي بقى الأكياس على حسب كل واحد زي ما يحب. وده كده كان روتين صباحي شاركته معاكم بكل تفاصيله، كفطار كحاجات كده بحضرها وعنها في الفريزر كتخزين، كمان روتين وأنا بانضف الأوضة وأولادي بيشاركوني والحمد لله اتعاوننا كده مع بعض، وساعة واحدة بس كنا مخلّصين كل حاجة وقاعدين وكنا مبسوطين إن خلّصنا اللي ورانا، وطبعًا الروتين ما بيخلصش وبيبقى ورايا حاجات كتير أوي، أوي، أوي طول اليوم، بس أنا حبيت أشارككم الروتين بتاع النهارده مختلف عن كل يوم، روتين صباحي كده باحبكم في الله يا أحلى عيلة ليّا، اوعي تكوني وصلتِ معايا لغاية دلوقتي ونسيتِ تحطّي لي أشياء اللايك والاشتراك والتعليق والشير، باحبكم في الله، باي باي، مع السلامة.